رحت مشوار امبارح ورجعت وانا مهموم. حد كلمني وقال لي شغلك حلو وتسلم ايدك وشغل العظمه الكلام الحلو اللي انا بحبه ده. قالت لي انا محتاجاك في شغل. قلت لها تمام يا فندم ما عنديش اي مشكله. عنوان حضرتك فين؟ قالت لي الدقي. رحت واخد منها ميعاد. اول ما وصلت هناك وصلت بدري هناك ساعتين قاعد بقى مش عارف اعمل ايه. اخر لما زهقت رحت مكلمها قالت لي انت لسه ميعادك بدري ولسه ما حدش جه. فضلت بقى مستني لغايه لما هي جت. اول ما هي جت قالت لي المفتاح ضايع فوق واحنا بنعمل كالون جديد. فضلت واقف انا وهي بنتكلم في التفاصيل. قالت لي انت شغلك شغل انتاجيه وهتاخد في الحته 35 وانت مطلوب منك 300 حته، يعني كده ب 9000 او ب 10000 او ب 10000. بعد ما اتفقنا على كل حاجه قالت لي خلاص تعالى تاني يوم. اول ما رحت بقى تاني يوم المفروض بقى اروح بدري، لا رحت رايح متاخر ساعه. رحت مكلمها قالت لي هو انت يا اما تيجي يوم ساعتين بدري يا اما تيجي متاخر ساعه. قالت لي خلاص اطلع الدور الثالث حد هيديك عينه تشتغلها وهكلمك تاني. طلعت فوق حد اداني عينه اشتغلتها اللي حلوه في الاخر وتسلم ايدك. والباشمهندسه مش موجوده، هي اول ما هتوصل تاني يوم هتكلمك وتقول لك اذا كنت معانا ولا مش معانا. وصلت البيت بعد ما متاخر في حدود 3 ساعات. رحت مكلمها اجي ارن عليها ما بتردش. استنى بقى ان هي ترن عليا او تبعت لي حاجه على الواتس، مفيش. بصراحه اتضايقت واتخنقت قوي. كان نفسي بصراحه في الشغل ده لان يعني انا كنت شايف ان هو مناسب قوي ليا وفي الشغل في الرسم في حاجه يعني انا بحبها. بس اتخنقت وزعلت بصراحه. قلت خلاص مش مشكله يمكن ربنا يعوضني في حاجه تانيه.